المغرب تتجهز لزيارة تاريخية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. امتى؟ هقول لك دلوقتي. خلال ساعات حدث مرتقب يهز مصر. قضي الأمر وحسمت القاهرة بوصلتها. ستشهد القاهرة رسميا خلال ساعات نهاية الحديث عن صفقة مصر والمغرب عشان تبدأ مرحلة أخرى، بدء مرحلة التنفيذ الفعلي. إيه اللي هيحصل يا عاصي؟ هتعرف وبشكل حصر دلوقتي. المهم تفتكرنا خلال ساعات لما يتم الإعلان الرسمي. الوفد الأهم لملك المغرب الملك محمد السادس يصل القاهرة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، ومعاه ملفات تم حسمها. الفترة اللي فاتت كانوا بيتفاوضوا فيها أكثر من 20 اتفاقية نهائية، بالإضافة إلى إعلان عاجل بخصوص لجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية، ودي لجنة مهمة جدا عند الجانب المغربي وأعتقد الجانب المصري. استثمارات صناعية. يبدو أن هناك في الكواليس ما يستحق أن تعرفه. وقبل ساعات من الزيارة الغير معلنة حتى الآن. 50 شايك بقى اللي بنعرض تقيل قوي، ولو بتشوفنا من المغرب حضر 50 أتاي ويلا بينا. وما تنساش تتفاعل معانا، تشترك في قناة اليوتيوب وكمان صفحة الفيسبوك وتعلق وتشير، ده بيساعدنا ويساعدنا. أنا محمد أبو عاصي ويكلمك صفقات ومصالح وشأن دبلوماسي وكمان عسكري ب50 اقتصاد وسياسة. خلال ساعات من الآن يا صديقي تغلق مصر صفحة الحديث عن صفقات المغرب، وعشان تبدأ مرحلة أهم، مرحلة التوقيع والتنفيذ الفعلي. أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية واستثمارية جديدة، وترقية عدد ممثل من الاتفاقات الموجودة فعلا. وفد مغربي في الطريق إلى القاهرة خلاص وصل رسمي بتوجيه رسمي من ملك المغرب محمد السادس اللي زار مصر سرا مرتين في نفس الشهر من حوالي 3-4 شهور. الوفد القادم من المغرب برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة. مين هيكون معاه؟ السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. السيدة نادية فتاح العلوي دي وزيرة الاقتصاد والمالية. السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، وده جوكر عشان قصة البنية التحتية ومشروعاتها وممكن يتم الاستعانة بشركات المقاولات في مصر. السيد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. السيد رياض مزور ده وزير الصناعة والتجارة، هيقعد معانا كتير ده. السيدة ليلى بن علي ده وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. السيد المهدي بن سعيد طيب ده وزير الثقافة والشباب والتواصل. والسيد كريم زيلان ده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمارات والتقائية وتقييم السياسات العمومية. دول أعضاء الوفد، بالإضافة لوفد من الخبراء، بالإضافة إلى وفد كبير جدا من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة. هتقول لي والقوة يا عاصي في الحدث ده؟ ده حدث عادي، وفد حكومي هيوقع كام اتفاقية وخلاص. هقول لك لا حضرتك، شوف احنا بقالنا قد ايه في 50 اقتصاد هنا بننقل تجهيزات الصفقات دي، والنهارده التنفيذ الرسمي. الصفقه دي حضرتك هي صفقه انفتاح اقتصادي. المغرب بينفتح على مصر اقتصاديا وسياسيا. اتفاقيات جديده لتشجيع دخول المنتج المصري للمغرب باعفاءات جمركيه وضريبيه، ميزه ليك هناك. كذلك المنتج المغربي هنا. المغرب جاي يطلب آلاف الشركات المصريه في كل المجالات للعمل هناك وضخ استثمارات. خد بالك الموضوع ده تمهيد لمرحله ثانيه سياسية وعسكرية. المغرب جاي عشان يوافق على مشروع مصر الأهم، القطار المصري اللي هيطلع من مصر هنا، وعشان يصل المغرب هناك خط قطارات يطلع من القاهرة يصل مدينة طنجة أو من طابة لطنجة، حيث آخر نقطة في شمال إفريقيا قبل المحيط. المغرب جاي عشان يوقع اتفاقات تجارية بمقتضاها تربط مواني مصر، العريش وجرجوب الإسكندرية والسخنة والمنطقة الاقتصادية بميناء طنجة ذراع المغرب الطولة. المغرب لديها توسع في إنشاء المواني هي الأخرى زي مصر. طب تعرف ان المغرب بتعمل حركه ذكيه جدا، وهي انها هتدي منفذ بحري لكل الدول الحبيسه جوه افريقيا بغرب افريقيا، وده معناه انها هتنشئ طرق دوليه وسكك حديد دوليه تربط الدول دي بالمغرب، ومنها لشبكه المواني المغربيه اللي اضخمها ميناء طنجه او طنجه ميد، احد اكبر موانئ افريقيا. يعني المغرب بتدي لدول غرب افريقيا الحبيسه والله وغير الحبيسه اللي عندها تجهيزات الموانئ على قدها منفذ على البحر او ما عندهاش تجهيزات قويه، بتديها منفذ على البحر عندها. شوف حجم المكاسب الاقتصاديه، حجم النفوذ السياسي والدبلوماسي من الحركه دي، حجم القوه الناعمه اللي هتخليك تنتشر في الدول دي، حجم الثروات اللي هيطلب منك استغلالها، حجم الاستثمارات اللي هتضخها في الدول، وحجم العائدات، وحجم الفرص العمل. ده غير حجم الاستقرار اللي هتفرضه المغرب على المنطقه. ما هو منطقه غرب افريقيا حديقه المغرب الخلفيه، زي ما شرق افريقيا انت قوي فيه كمصر لان ده حديقتك الخلفيه. وخد بالك مصر بتعمل نفس القصه، بتدي الدول جوه افريقيا الحبيسه منفذ على البحر عبر الطرق والسكك الحديد اللي انت بتمدها. على فكره مصر بتلعب اللعبه دي، ولو عايزين نتكلم في ده في حلقه نكشف فيها كواليس المعلومه دي، بس الجزء الخاص بمصر قول لنا في الكومنتات.
ده مشروع قرن مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يديره شخصيا. تخيل بقى لما القطارات المصرية تربط مصر بالمغرب، مش ده معناه أن تتحول الأراضي في المغرب بشبكة الطرق والقطارات اللي خارجة برضه من المغرب لدول إفريقيا كأنها رابطة بمصر، وكأن المغرب نقطة لوجستية لانطلاق منتجات مصر لغرب إفريقيا. مصر بدأت تبرم يا صديقي عقود وتصدر وتتواجد في غرب إفريقيا فعلا. يمكن قوة مصر في شرق إفريقيا أكبر، لكن الغرب العلاقات طيبة وفي تعاون، بس ما فيش بكثافة الشرق ومش شبكة المحاور اللي بتبنيها مصر. فالمغرب هتكون ذراع مصر الطولة في غرب افريقيا ونقطة انطلاق، زي ما مصر هتكون داعم رئيسي للمغرب وانتشارها في شرق افريقيا. دي القوة الناعمة حضرتك. طب ده ليه؟ هتعرف دلوقتي حالا بالتفصيل. الموضوع مدد عسكري وسياسي. الأهم بقى هو اتفاق الانفتاح الاقتصادي والتجاري مع مصر. الفترة الأخيرة حصلت معوقات ممكن البعض يصنفها أزمات في اتفاقيات معينة ودخول منتجات مصرية للسوق المغربي. لا، أنت النهاردة بتجدد الإطار ده كله وبتاخد الشركات المصرية حوافز ضخمة وإعفاءات أضخم لدخول السوق المغربي. خد بالك أنا بجيب لك العناوين بس والسطور، هكون متابع معاكم النهاردة وبكرة وبعده، وهجيب لك الاتفاقيات اللي تم توقيعها واحكي لك بنودها، ودي حاجات هنعرف إن شاء الله نجيبها لك. مصر والمغرب هيكون بينهم مشروعين هم الأضخم فعلا، مشروع لصناعة السيارات والمغرب متقدمة في الملف ده، ومشروع لصناعة الطائرات، وهنا أقصد الطائرات المدنية. هتاخد بقى التكنولوجيا تحطها في الطائرات العسكرية دي بتاعتك أنت، ودول حكينا في تفاصيلهم كتير هنا وبالارقام. انت النهارده هتبدا تربط وتنقل تكنولوجيات، وقريبا هتلاقي انتشار اقوى للسياره المغربيه هنا في مصر، السياره نيو اللي بتنتشر بقوه دلوقتي في اوروبا. في مشروع لتسويقها في مصر على فكره، وبدات بعض الناس تتفق في النقطه دي، وبعد كده تصنيعها في مصر. في بقى مشروع تقيل جدا، وهو مشروع انت يكون هناك او هيكون فيه ربط بين مصر والمغرب فيما يخص صناعه الاسمده والبتروكيماويات والفوسفات. انت بتتفاوض عليه بقالك سنتين، النهارده انت بتنفذه لانك بتتحول لمنطقه لوجستيه. المغرب اكبر منتج وصاحب اكبر احتياطي فوسفات في العالم. مصر عايزه تكون مركز لصناعه الاسمده والبتروكيماويات، صحيح، وبالتالي لازم تربط مع المغرب عشان انت تكون مركز تصدير وكمان الانتاج قبل التصدير. ده معناه مصانع اجنبيه ومحليه، كمان معناه تفرد في النوع ده من الصناعه، معناه امتيازات اقتصاديه كتير وتوفير عمله